بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عشان لا احد يقول عني، عشان لا احد يقول عني اني ما ذكرت الله. انا اخر فيديو نزلته قلت بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اكلتوني اكل، اقول لك دمرتوني. اذكر الله اذكر الله يا اخي، والله ذكرت، والله ذكرت ربي يا اخي. العين حق، بس يا اخي اهدوا علي، والله ذكرت ربي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب يا رب يثرم البطولة. يلا عمي، منتخب يحببك في كرة القدم، منتخب يخليك تقعد له تسهر له. أول شيء بتقولون البرازيل والبداية، تشوف اسكتلندا والله العظيم اخنقوهم، اذبحوهم، ما خلوهم يتحركون. لا، واللي يقول لي ترى اسكتلندا ضعاف، لا مو بضعاف، ما بضعاف. روبرتسون في ليفربول، ماكين في أستون فيلا، والقائمة تطول. 3/4 في أوروبا، 3/4 في أندية كبيرة في أوروبا. المشكلة المنتخب المغربي يحببك في كرة القدم، تستمتع. مو منتخب بس يدافع عشان يطلع بالنقطة، لا، منتخب عارف انه عنده امكانيات، عارف انه قوي، عارف انه يزلزل اللي قدامه. يا جماعة الخير، شوف انا ما بحلم وبقول لك كاس العالم وما كاس العالم، ولكن يخرب بيتهم يخلونك تحلم، يخلونك تحلم. يعني والله العظيم انا مو بقاعد اتخيل ان في منتخب في العالم ما راح يعاني امام المغرب ابدا. باش نكونوا صريحين مع بعضنا، وهبي في المؤتمر الصحفي قال راهو اسكتلندا جاية تلعب في الدفاع، وعارفين اسكتلندا باش تلعب بالدفاع. قالها بصريح العبارة، قال احنا هابطين باش نحاربوا ضد الدفاع، وممكن نفوزوا 1-0 ولا 2-0. وارجعوا شوفوا المؤتمر الصحفي، وهذاك اللي صار. المباراة انتهت 1-0 المغرب ضيعت برشا فرص، ولكن انساو هذا كل. 3 نقاط. أول فوز لوهبي مع المنتخب المغربي في كأس العالم. منتخب مقنع جدا، بسم الله ما شاء الله، في الدفاع في الهجوم. فما كان ديوب صراحة مازال ناقص على الآخر، ديوب مازال ناقص، مازال خايف. المهم ما عدا هذا الشيء، منتخب مغربي مقنع جدا. ما شفناش اسكتلندا عملت هجوم خطير واحد. شفتوا هجومات المغرب قديش من هجمة، بسم الله ما شاء الله. مباراة مقنعة، ألف مبروك، ألف فوز، وألف مبروك 3 نقاط، وألف مبروك الصدارة المؤقتة في انتظار مباراة البرازيل وهايتي. خويا ابراهيم دياز، واش قصرنا معك في شي حاجه؟ واش ظلمناك؟ واش بينك وبيننا شي حاجه؟ قولها لينا. ياك ضربتي بانينكا في الدقيقه 180 وجيتي ولعبتي قال لك بنادم الله يسامحك كلشي طرونكيل، اشنو فيها الا عطيتي باس في هاد الكره وسالينا هاد الماتش ديال السكر؟ شنو العيب فيها الا عطيتي باس وسالينا هاد الفيلم هذا؟ المعنى الحرفي لكلمة محارب، مقاتل، الجرينتا اللي عند هذا البني آدم تمثل روح منتخب المغرب، والطريقة اللي فازوا بيها على اسكتلندا ب1-0 نتيجة مستحقة لمنتخب المغرب. بذلوا كل اللي عندهم حتى يطلعون 3 نقاط من هاي المباراة المهمة جدا، مباراة بدنية متعبة لأبعد الحدود. بطل هاي المباراة بالنسبة إلي هو نائل العيناوي، يستحق رجل المباراة بنظري أنا شخصيا. صباري برافو، منتخب المغرب رائع جدا. دكتور محمد وهبي رائع في إدارة المباريات، ذكي جدا 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 لأبعد الحدود. 3 نقاط مهمة، القادم هايتي وإن شاء الله 3 نقاط ثانية. ممكن أعرف ليش الإعلام العربي ساكت عن الشيء اللي عم بيسويه المنتخب المغربي؟ ليش ما في تقدير أكبر؟ ليش ما في ناس عم بترشح المنتخب المغربي فعليا لتحقيق كأس العالم؟ البعض رح يعتبرها مبالغة، ولكن احنا عم نتكلم عن المنتخب المغربي اللي بعد ما انتصر على اسكتلندا أصبح وبشكل رسمي بالتصنيف ال5 عالميا. المغرب بلد عربي أصبح من ضمن أفضل 5 منتخبات بالعالم. أنا آسف، ولكن فعليا المنتخب المغربي أنقذ سمعة المنتخبات العربية بكأس العالم. أول انتصار للعرب في المونديال، أول منتخب عربي بيضمن تأهله للدور 32. وانتبه تعتبر هذا الشيء بسيط، بالأمس بطل آسيا المنتخب القطري خسر 6-0. بالجولة الأولى عانينا 8 منتخبات عربية ولا واحد حقق فيهم انتصار. حتحكي لي طيب حتى المغرب تعثرت؟ يا إخوان، المغرب تعادلت مع البرازيل وكانت مسيطرة وأفضل بالطول وبالعرض. وبهذا الانتصار لا يزال المنتخب المغربي يمتلك أطول سلسلة انتصارات وأطول سلسلة لا خسارة في تاريخ المنتخبات، بعد هدف آخر للصيباري في المونديال بأول دقيقة بالمباراة، واحد من أسرع أهداف المونديال، وأسيست
تويست اخر من ابراهيم دياز. لا زلت ارى بانه هذا الرجل ما اخذ حقه من المديح، هذا الرجل عمل نقله كبيره في المنتخب المغربي، ابجريد فعليا. المنتخب المغربي كان بحاجه انه يثبت انه خلص انا فعلا من كبار العالم، انه ينتقل من الفريق اللي بيدافع وبيلعب على المرتدات لفريق حاليا مع محمد وهبي بيسيطر على الكوره، هو اللي بيقوم بالفعل، بيضغط، بيهاجم. واتمنى ما تغركم نتيجه 1-0، فالمنتخب المغربي كان ممكن ينتصر بنتيجه اكبر بكثير، لانه هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان اخطر، هو اللي كان عم بيسوي كل شيء بالمباراه. اسكتلندا فقط بنهايه المباراه فعلا شكلت خطوره، ولكن بالاخير 0 تسديده على مرمى بونو. لا تنسى تتابعني يا روحي، والحمد لله والف مبروك للمنتخب المغربي، تاهل بنسبه 99% للدور القادم، وان شاء الله كمتصدرين. هي المغرب ما بتجيبش غير جون واحد بس ولا ايه؟ مش فاهم. قبل ما نسأل السؤال ده، هي اصلا المغرب بتعمل ايه؟ المغرب بتمنع الفرقة اللي قدامها بنسبة 80% او 90% انها تحضر لعب او تعمل مرتدة. المغرب عندها منظومة ضغط ما شاء الله، وحوش بيجروا في الملعب. ال10% ولا 20% ايه؟ فينيسيوس مهارة فردية، هعرف اجيب جون، هعدي 1 و2 وهعرف اجيب جون. الهجمه اللي انت شايفها دي لولا ان لاعب اسكتلندا اتصرف غلط وما سندهاش للاعب اللي جاي كان حطها جون، وكان هيخلي المغرب تخش في حسابات هي مش في غنى عنها. فده اول حاجه المغرب بتعملها. تاني حاجه بتعرف تسجل بدري. تالت حاجه بقى المغرب ناقصاها ان هي المفروض تكون اشرس على المرمى بكده بكتير. ماتش انت في اول دقيقه جبت جون، ده يخلص بالتاني والتالت وتريح خالص، وكده كده اسكتلندا ما كانتش هتعرف ترجع عليك. لكن انت جبت جون، بدات تتحكم بالريتم، شويه تهدي الريتم، شويه تعلي الريتم. فانت اصلا اسكتلندا بتطلع بمرتده مش عارفه، فانت يعني انت حسيت اصلا ان انت ضمنت الماتش. نزلت الشوط الثاني نفس الكلام، مهدي الريتم بمزاجك وتعلي الريتم بمزاجك، عملت تغييرات متاخر بمزاجك، خلاص انت حسيت انها بتاعتك. بس ابراهيم دياز اناني قوي، لازم لعيبه المغرب تيجي قدام الجون تخلص، ما فيهاش هزار. اللي جاي دور 32 يا تكسب يا بره، ما فيهاش تاني بقى هعوض الماتش الجاي او هشوف بقى ده ممكن يتعادل مع ده والكلام ده، لا. المغرب كتوتال فرقه ممتازه جدا، عندها منظومه ضغط حلوه جدا. محمد وهبي عامل فرقه حلوه جدا. انا متوقع المغرب انها تروح لنقطه بعيده قوي، وخلاص هي كده اول فرقه عربيه راحت دور 32. عقبال مصر يا رب، وعقبال كل المنتخبات العربيه. بمعنى الكلمة المغرب تحقق أكبر إنجاز عربي في التاريخ. الإنجاز التاريخي اللي حققه منتخب المغرب لم يصل له لا منتخب إيطاليا ولا منتخب إسبانيا ولا منتخب الأرجنتين ولا منتخب البرازيل. الإنجاز اللي حققه منتخب المغرب هو أنه أصبح صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات ب 38 مباراة بدون خسارة. منتخب المغرب لم يخسر من سنة 2023 حتى الآن، والصدمة أنه منتخب المغرب حقق هذا الإنجاز أمام البرازيل وفي كأس العالم. مش عيب ولا أباحة ولا سفالة مني إن إحنا نعترف جميعا إن المنتخب المغربي مختلف عن أي منتخب عربي وأفريقي. مش عيب، مش أنا اللي بقول كده ولا ماما اللي بتقول كده، ده كأس العالم هو اللي بيقول كده. منتخب مغربي بكأس العالم 2022 كسب ماتشين وتعادل ماتش. هذا المونديال اتعادل ماتش وكسب ماتش وناقص له ماتش. بسم الله ما شاء الله على النتائج. ايه ده؟ هو بيكسب، هو عنده شخصية الفوز، هو عنده الهوية بتاعت المونديال. مش انا اللي بقول، ده هو اللي بيقول، ده نتائجه اللي بتقول. امام اسكتلندا كابتن محمد الوهبي او الوهبي هو عارف يتحكم في رتم اللقاء للمباراة التانية على التوالي. ازاي بينزل ضاغط وبيسجل بدري، بسم الله ما شاء الله. هو للمباراة التانية هو اللي بيسجل اولا، فده مهم جدا. في حاجات ما عجبتنيش هنتكلم عليها. اسماعيل السيباري بسم الله ما شاء الله 5 وخميسة يا ابني، ده بايرن ميونخ، ده نفسي تروح ريال مدريد. السهل الممتنع، القرار النظيف اللذيذ الجميل الأمور، العظمة دي، الركنة دي ركنة معلمين مش عايزين يعني بسم الله ما شاء الله. اسماعيل السيباري هو الأفضل في الجانب الهجومي في المنتخب المغربي. ازاي الريتم بتاع اللقاء بيتحكم فيه المنتخب المغربي، ازاي تحضير الكورة. اسكتلندا رغم تأخرها ما كانتش بتضغط ضغط عالي على المغرب عشان خايفة من المنتخب اللي قدامها. فازاي المنتخب المغربي بيوصل رسالة في اول اللقاء
ان انا الجامد مش انت، انا الجامد مش انت. تقدر تقول صعود بنسبه 100%. المنتخب المغربي عنده مباراه جايه ممكن ياخد المركز الاول لما لا، بس هو بنسبه كبيره ضمن المركز الثاني ان شاء الله، ربنا يكرمهم. ما عجبنيش ضياع الفرص وما عجبنيش ابراهيم دياز. من الاخر ابراهيم دياز لسه بيبحث عن نفسه بعد افريقيا. اسماعيل السيباري هو الوحيد اللي ظاهر بشكل جيد في الجانب الهجومي. عجبني الواجبات الدفاعيه، وعجبني اشرف حكيمي، وعجبني مزراوي في الالتزام الدفاعي. التسديد من خارج ال 18 ما ظهرش. المباراه الثانيه الكور الثابته المغرب ضيعت كوره خطيره. ضياع الفرص مشكله كبيره لازم حلها. لايك وشير وفولو في نظامكم ممتاز. سلام. يلا الحمد لله خلصت. اقسم بالله اسكتلندا ما هم طبيعيين. بس مبروك يا مغاربه، مبروك مبروك والله جد مبروك. بصراحه بس انا مستغرب يعني اداء المغرب. لا مش هذا، المفروض يكون احسن من هيك. يعني بصراحة اسكتلندا خطيرين جدا، يعني من بعد الدقيقة نحكي 65 جدا خطيرين. الحمد لله يعني 3 نقاط. لسه البرازيل ده تلعب، منتخبي المفضل طبعا اكيد يعني راح اشجعه ان شاء الله. هيك المغرب المباراة كمان القادمة بيبدعوا. مبروك للمغاربة. وايضا باكد على انه يعني التوقعات البرازيل والمغرب متأهلين. بس يا اخوان الاشي اللي بدي احكي فيه، لما كنت أحكي عن موضوع التأهل بالنسبة لمنتخب الأردن في مجموعة الجزائر والأرجنتين، كثير ناس بتفتي وبتهبد من عندها. إخوان إحنا بنعطيكم معلومة صح، هاي المعلومة أنت تبع، أنت حر. اقرأ جوجل، روح على الشات جي بي تي، الجيميناي، اعمل اللي بدك إياه، أنا بعطيك معلومة. دابا هذا عيسى هذا واش لاعب معانا ولا ضدنا ولا مسافر لنا السينيغال ولا مسافر؟ فهمت شكون اللي مسلطوا علينا هذا؟ الدراري اللي كتفهم في الكره واش كيلعب مزيان؟ لحقاش انا كيبان لي غير كيرون من داك الماتش اللي داز داك الروينه الفقصه. يا اخي والله العظيم 3 منتخب تاريخي، والله العظيم 3 منتخب. المغرب ده منتخب للتاريخ. سيبك من الانتصار وسيبك من ان هم بنسبه 99% وصلوا ادوار الاقصائيه. حرفيا المغرب بتصنع التاريخ. المنتخب المغربي عامل سلسله لا هزيمه على مدار 39 مباراه، 32 فوز و7 تعادلات. بس ممكن بس نركن الموضوع ده على جنب. انا بجد مش لاقي فيه الكلام اعبر واوصف انت قد ايه جميل بجد، ما شاء الله عليك. النهارده سهرت واتفرجت على الماتش مخصوص عشانك انت، بس عشان اعرف ان بوعدي ده هو اللي عمل قصاد البرازيل كان طفره وحصلت ولا هو فعلا جامد. كسفني الواد بسم الله ما شاء الله عليه جامد. يا جماعه انا بحب اللعيب ده، انا بحب اللعيب اللي ما بيهبش الموقف. انا بحب اللعيب اللي هو ايه يعني، هتضغطوا عليا يا برازيل يا عم تعالى انت والبرازيل، هتضغطوا عليا اسكتلندا يا عم تعالى انت واسكتلندا، هتغلوا عليا ضغط ثنائي يا عم تعالوا انتوا وحبايبكم، واعدي من وسطكم واسلم واستلم على رواقه. غير طبعا الباشا الصبيري ده قصه تانية. يا بخت البايرن مبدئيا. فاحنا امام دلوقتي منتخب بيصنع التاريخ. الناس دي قالوا ان احنا رايحين كاس العالم 26 عشان نثبت ان اللي احنا عملناه في 22 ما كانش صدفه. المغرب سجل الأول بأول دقيقة من المباراة على اسكتلندا، والعجيب الموضوع أنه هاي المباراة كررت بمونديال 98. ولو نرجع لهدف صلاح الدين بصير فهو نفس طريقة إنهاء صيباري، نفس الطريقة ونفس المنتخب. شيء عجيب والله، بنفس الزاوية بنفس الإنهاء وبنفس المواجهة. كل التوفيق إن شاء الله للمغرب، ولا تنسى تتابعني. أستاذ العزيز خلنا بس أوضح لك شغلة والله العظيم. المغرب الله يحفظهم في شغله تميزهم، تدري شنو استاذ العزيز؟ ان لما يلعبون مع اي منتخب قاعد يعني شلون اقول لك اياها يا اخي، قاعد يحجمونهم، قاعد يصغرونهم، قاعد يغضون عليهم. يا اخي شوط اول والله بالنسبه لي جميل جدا. حجموا اسكتلندا يا اخي، ما قالوا يا اخي ما ادري يعني انا لما شفت منتخب تونس او منتخب الجزائر يا اخي ما ادري ايش فيهم، ما ادري ليش صار فيهم هالشيء، انهزموا فجاه. حتى منتخب قطر يا اخي، المنتخب المغربي في شيء قاعد يميزه، انه قاعد لما يلعب انا راح ادمرك ايا من كنت تكن، انا بنص الملعب راح ادمرك ما يهمني، ما راح تمشي راح اكسرك. يا اخي هذا اللي قرينته. باذن الله المنتخبات العربيه الجايه ان شاء الله يعني باذن الله يسوون شيء. يا اخي اكسروا يا اخي، سووا اي شيء بس لا تخسر يا اخي. لا يا اخي عاد الجرينتا اللي نحتاج، يعني نبي نفوز، نبي نتاهل للدوري الجاي. تريد متعه، المنتخب المغربي موجود.
تريد إثارة المنتخب المغربي موجود، تريد لعب أصولي المنتخب المغربي موجود، تريد تكتيك مثالي وباصات حلوة وتونس عينك المنتخب المغربي موجود، تريد منتخب يكسر لك الأرقام القياسية المنتخب المغربي موجود. المنتخب المغربي يتغلب على المنتخب الاسكتلندي بهدف مقابل لا شيء ويتأهل رسميا إلى الدور الثاني. والباقي شنو اللي جاي المباراة هاي الجاية؟ تثبيت صدارة من الأخير، تثبيت صدارة حتى شو أسوي؟ أروح أنافس الأقل من عندي. بالتالي المنتخب المغربي يجي الأقل يجي الأكبر كله جاهز. المنتخب المغربي قدم مباراة مثالية، المنتخب المغربي كسر رقم اللي هو يسجل بأول دقيقة الأول منتخب عربي أسرع هدف لمنتخب عربي في التاريخ، في تاريخ كأس العالم. وبالتالي أول منتخب عربي يفوز بكأس العالم، هذا رسمي أول منتخب عربي يفوز بكأس العالم. ولا منتخب عربي سواها، ولا منتخب عربي للمرة الثانية كان يقدر يسويها. لو ما الحظ اللي وقف ضده أمام المنتخب البرازيلي كان هاي المرة الثانية يفوز بها المنتخب المغربي على المنتخب الاسكتلندي، والجاية الثالثة أمام هايتي إن شاء الله. هذا هو المنتخب المغربي بقيادة دياز، بقيادة حكيمي، بقيادة صيباري، بقيادة أيوب بوعدلي. هذا الشاب بس سؤال بس أريد أعرف، هذا الشاب أيوب بوعدلي هذا ما خافوا ولا ورقته تحترق حسب جماعة محللين الموجودين بالقنوات الرياضية؟ ما خافوا عليه ليحترق لأن هو بعده صغير مثل يوسف النصراوي، أخاف تحترق الورقة مالته. زين تدري شنو سبب تطور المنتخب المغربي؟ الاحتراف في أوروبا. ما يجيبوا لك أي لاعب، المحترف الأوروبي ومو يهود كان يجيبوا لك اللاعب المتمكن، اللاعب اللي عنده لمسة. احنا لا المحلي عنده لمسة ولا المغترب اللي يجيبوه يستدعوه للقاء مثل ريبين سولاقة وفرانس بطرس وغيرهم عندهم لمسة. كم واحد برا، بس احنا جماعتنا لا يحبون كم واحد على مزاجهم. اللاعب اللي ينطيهم مع السلامة، مشاركة واشتراك ولايك مع السلامة. مبروك للعرب المغرب. نعم نحن نفتخر كعرب بمنتخب المغرب، والحمد لله الذي جعل منتخب المغرب منتخب عربي. فعن طريق المغرب وصلنا لنصف نهائي كأس العالم، وعن طريق المغرب الآن نحقق أول انتصاراتنا كعرب في المونديال اليوم بصناعة إبراهيم دياز وصيباري بالتخصص للمباراة الثانية على التوالي ليكون ثاني مغربي أو أول مغربي يسجل في مباراتين متتاليتين. المنتخب المغربي تفوق في كل شيء بالضعف، الاستحواذ، التسديدات بالضعف، السيطرة للمغرب، اللمسات داخل منطقة الجزاء للمغرب. نعم الدقائق الأخيرة هي التي ضايقتنا. هذا الفيديو للفرح وللسرور وللمباركة. هذا الفيديو نبارك لأشقائنا المغاربة ونقول لهم نحن فخورين بكل ما هو مغربي، ولذلك مبروك للعرب أن المغرب من العرب، وهذه من نعم الله علينا. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب لكل الأشقاء.